وقيس فجأة بعربية نقل كبيرة واقفة بتركن وانا مش شايف ايه اللي وراها. بيقولك بقى عندنا في اسطنبول، بس قبل ما يقولك خلينا نرحب بالناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد عطية وفيديو جديد. انا عايزك بقى تجهز لي فشار او لو عندك لب اي حاجة تقزقز فيها، عشان الفيديو ده هيبقى اكتر فيديو كوميدي ومضحك في تاريخ المواقف اللي بتحصل مع المغتربين في تركيا، او مش في تركيا، او في تاريخ المغتربين في اي دولة في العالم. تمام؟ فعايزك تركز معايا عشان ده اكتر موقف يعني حصل لي كده صدمة في الموقف دوت. فخليك، والدايرة القريبة مني صحابي هم اللي عارفين الحاجات دي وهيضحكوا على الفيديو ده زي ما ضحكوا اول مرة لما حكيت لهم. بس بعد الفيديو ده مصر كلها تعرف مش صحابي بس. فخلينا نبدأ. زي ما قلت لكم في فيديو بتاع الإقامات، لو فاكرين ان انت ممكن تيجي تركيا بتأشيرة سياحة وتقدم على حاجة اسمها إقامة سياحية وبتطلع، ما كانش فيها اي مشكلة. وكان ساعتها ليا حد صاحبي يعني ربنا يمسيه بالخير متجوز دلوقتي في أنقرة وقاعد في أنقرة، فكان جه قبلي باسبوعين وخد الاقامه وتمام، جيب سياحيه وخد اقامه سياحيه وقعد ومفيش مشكله خالص. وانا كنت رحت تركيا سياحه زي ما حكيت لكم وعايز ارجع تاني ومش عارف ايه وبتاع، ورجعت وكانت الاقامه طولت ما طلعتش يعني. وساعتها انت لما بتروح تقدم في اداره الهجره بيدوك ورقه كده فيما معناه ان انت منتظر صدور الاقامه، لان انت طبعا طول ما انت منتظر صدور الاقامه انت وضعك قانوني ما فيهوش اي مشكله خالص. وانا برضو احتياط كنت معايا الورقه دي في الشنطه على طول ماشي بيها وعلى طول رايح جاي بيها عشان لو حد وقفني انت ما تضمنش. فالمهم كان يوم السبت نص دوام هنا في تركيا لحد الساعه 2 لحد الساعه 3. تمام؟ فواحد صاحبي كلمني قال لي تعالى لي البيت، ناكل نتغدى سوا ننزل مش عارف ايه. المهم قلت له ماشي خلاص. بعد ما خلصت شغل رحت رايح له. المشكله بقى هنا، ركبت المترو عادي جدا، ماشي في الشوارع على جوجل ماب، باصص في التليفون، باصص في الشارع، عايز امشي انا ماشي صح ماشي غلط. وقيس فجأة بعربية نقل كبيرة واقفة بتركن وانا مش شايف ايه اللي وراها. ولما ما شفتش ايه اللي وراها فضلت يعني مش عارف اعدي، هي سد الشارع، ففضلت واقف. الله اكبر الله اعظم، خلينا ناخد بريك لحد ما الاذان يخلص ونرجع تاني. ورجعنا تاني وكنا واقفين عند، المهم انا كنت ماشي باصص في الجي بي اس وقدامي عربيه بتركن. ركنت العربيه، إذ فجأة وراها عربيه شرطه. فانا قلت بقى ايه، انا حاطط السماعات في وداني وهمشي ولا كاني شايفه. تمام؟ ومشيت. وبس حسيت ان حد بينادي عليا، عمال حد ينادي عليا وانا كنت عديت العربيه بشويه كده. فالمهم ايه يعني، خلاص حسيته هينزل يجري ورايا. رحت راجع له بكرامتي، رجعت له. ودي كانت غلطه بقى مني بقى هنا، ان انا اتكلمت معاه تركي. لو انا ما كنتش بتكلم معاه تركي كان ممكن الموضوع يعدي. انا بقى اتفلحست بقى، قلت ايه ده انت هتكلمني تركي، انا بعرف تركي يا عم. وقعدنا نتكلم ويقول لي فين اوراقك، واقول له مستني الاقامه، واقول له مش عارف ايه. المهم من هنا لهنا قال لي لا ده انت ايه تيجي معايا بقى الاسم نشوف القصه دي. المهم قلت له ماشي يا عم، اسم عادي، انا كل ده عادي، انا كل ده بتعامل عادي وبابتسامه وبضحك يعني خلاص عادي. ايه اللي هيحصل يعني؟ هنروح الاسم هيعرفوا ان انا مستني الاقامه عادي، ما فيش مشكله، ساعتين وهخرج يعني، موقف يعني، الناس لذيذه ولطيفه وما فيش كلام. اركب يا عم العربيه. كانت انا فاكرها كانت عربيه هونداي توسان كده. قال لي اركب ورا في الكرسي اللي ورا. يعني فتحت الباب وقعدت وبتاع. وانا ايه للاسف لسه جاي تركيا جديد، من بقاليش يعني. وفي لحظه كده قلت له ممكن بس استخدم التليفون اطمن ماما عليا، اطمن اهلي عليا، امي بتتصل ابويا مفيش، فاهم؟ قال لي ايه ده انت معاك تليفون؟ طب هاته. راح واخده مني. انا قلت شكرا. بس انا كل ده عادي،
يا عم عادي خد التليفون مش مهم، ساعتين وهخرج مش قصه، عادي يا ماما لما اخرج ابقى اتصل بيك مش قصه عادي. وصاحبي طبعا اللي ايه اللي انا رايح له بيتصل بيا مش عارف ايه، وانا مش عارف ارد معيش تليفون. المهم العربيه خدت راوند في الشارع عشان ايه يشوفوا يعني لو حد مخالف او كده. المهم خدوا 2 كمان كانوا افارقه، مش فاكر والله من الدول ايه يعني. المهم فيهم واحد كان عمال بيعيط بقى قلت له يا عم هو بيتكلم من دولة افريقية بتتكلم فرنساوي، وانا في الفرنساوي قد كده يعني ما اعرفش حاجة غير جو مابيل وكومونتابيلتي والحاجات دي تمام. هو عمال يتكلم فرنساوي كتير وانا مش فاهمه، وما بيتكلمش انجليزي ولا بيتكلم عربي ولا مفيش اي حاجة. المهم يا عم اهدى يهديك يرضيك مش عارف ايه مفيش. المهم ايه مشينا، الراجل راح وقفنا كده قدام مستشفى تمام. فانا مش مستشفى ليه؟ في حد عندنا عيان يعني؟ انت تعبان يا باشا فيك حاجه؟ تمام نشوف ننزل نجيب لك دواء بتاع. قال لك لا ده انت هتخش جوه الدكتور يكشف عليكم. المهم جه بقى بيحط الكلبشات في ايدينا، قلت له لا انت بتعمل ايه؟ انا محاسب محترم، انا جاي من بلدنا، انا متخرج من كليه مش عارف ايه انا كذا. قال لي حاضر حاضر هنشوف الموضوع ده جوه، وراح برضه حاطط لي الكلبشات في ايدي. المهم انا طبعا بفتكر الموقف ده دلوقتي اقعد اضحك عليه، لكن ساعتها كان دمار يعني. انا ساعتها كنت مش مستوعب مش مصدق كلبشات ايه، انا اول مره اشوفها اصلا. المهم دخلنا المستشفى، اكتب اسمك كتبنا مش عارف ايه، دخلني عند الدكتور. حد مد ايده عليك؟ عندك امراض؟ حد كلمك؟ حد مش عارف ايه؟ لا تمام مفيش حاجه كله سليم. والناس تعاملها والله كويس يعني، مش بقول كده عشان حاجه، عادي محدش يتعامل معايا باسلوب وحش يعني. وانا كل ده فاكر عادي يعني المشكله يعني هروح القسم وهيتاكدوا ساعتين وهخرج يعني، ما كده كده الملف بتاعي عندهم وانا مقدم على اقامه قانوني يعني مفيش تمام. المهم دخلت قال لك لا الورقه دي مش عارف مالها مش مختومه مش ممضيه حاجه كده يعني. المهم قال لك لا انت ايه هتشرفنا بقى في القسم شويه لحد اما نروح سجن الاجانب. دي قصه بقى الموضوع بدأ يوسع، فانا هنا قلت ايه لا هنا الموضوع فيه قصه. المهم فعلا دخلونا كده اوضه. شفت لما بتلعب جي تي ايه في اوضه كده في اللعبه تلاقيها مثلا نصها قفص ونصها مكتب تمام. فهو مش قفص، هو يعني زي حديد بس في واسع مش مقفول يعني، واسع مش قصدي الحواجز بين الحديده والحديده واسعه يعني. وجوه كنبه كده بس، وفي مكتب قدامه عادي، اوضه مكتب يعني بس فيها قفص كده زي الحاجات اللي بتشوفها في امريكا والحاجات دي. المهم يعني ده الحجز يعني. المهم دخلت قعدنا. الكلام ده بقى كان امتى؟ كان يوم سبت، انا كنت رايح لصاحبي يوم السبت بعد الدوام. الكلام ده كان يوم سبت. قال لك سجن الاجانب ده بيفتح امتى؟ لا يوم الاثنين بقى، فانت حضرتك هتضطر تستنى معانا سبت وحد ويوم الاثنين. المهم كتر خير الضابط، عرف ان انا مصري وطلع بيحب مصر وبلا بلا بلا وانتوا عندكم كذا. المهم يعني كتر خيره، راح ايه جايب لنا اكل، مش انا لوحدي يعني، جاب لنا والناس اللي معايا، جاب لنا اكل وشرب وروق علينا يعني تمام. المهم جه الاكل والشرب، فانا قاعد بقى انا هعمل خلاص، انا استسلمت للامر الواقع مفيش. المهم ولا اكلت ولا شربت بصراحه، ما كنتش ليا نفس. قلت انام، انا ايه احسن حاجه اعملها هنام وخلاص كده، ايه الحد يعدي الاثنين يعدي وهنخرج ما فيهاش، انا كده كده خارج. المهم جه يوم الحد الصبح مش عارف واحد من الافارقه اللي معايا دول خرج راح يعمل ايه، وجابوه تقريبا راحوا ياخدوا الافاده بتاعته يعني كاقواله او كده. خرج دخل تاني بالموبايل بتاعه، وكان في كاميرات طبعا، بس انا ايه هو حاطط الكاب بتاعه كده وحاطط جوه الموبايل وبيتكلم. قلت له بس انت عندك انستجرام مش عارف ايه تعال هات. رحت واخد الموبايل منه دخلت على الانستجرام بتاعي، الحمد لله كنت حافظ الباسورد ساعتها الحمد لله. دخلت كلمت مين؟ كلمت واحد صاحبي، قلت له ايه حضر لي شنطتي وبتاع عشان لو حصل حاجه انا همشي، انا هرجع بلدنا انا مش قاعد هنا. المهم وكلمت واحد تاني صاحبي تاني قال لي لا ما فيش مشكله انت ايه هيشوفوا يعني هيعملوا معاك ايه لو كده ترجع مصر وترجع تاني. المهم فكل الحاجه قفلت يعني ان انا هرجع. المهم فين منين لفين قعدنا نتكلم. الظابط قال لك طب انت معاك محامي؟ احب اكلم لك محامي؟ قلت له كلم يعني ما مش فارق، كلم لي محامي كان من جنسيه عربيه، بلاش اقول
الجنسيه ايه عشان هغلط فيه دلوقتي، بس بلاش. المهم كلمني المحامي ده. المهم راح المحامي ده كلمني قال لي انا مستعد اخرجك دلوقتي بس هاخد $1000. انا طبعا ما معيش $20 مش $1000. ما معيش في جيبي $20. قلت له يا عم موافق خرجني. تمام. المهم قال لي طب خلاص انا جاي لك. كان ده يوم حد شويه كده وجالي وخرجوني من الحجز ده، قعدوني في الجنينه. ونسيت اقول لكم طبعا بقى، طبعا اول ما دخلنا القسم شالوا لك رباط الجزمه وقال لك عشان ما تخنقش نفسك بيه و... وقصص، وراحوا صوروني. وراحوا بقى قعدنا وقعدوا بقى شفت يعني كل الحاجات اللي بتشوفها في الافلام هو ده حصل معايا. وانا مش مصدق، انا اول مره يحصل معايا الكلام ده. انا اول مره اشوف اول مره اخش اسم في مصر، ما دخلتش يعني، عملت البطاقه من على الموقع فما فيش. فكانت قصه يعني. المهم ف طلعوني في الجنينه بتاعت الاسم وجابوا لي اكل ومش عارف ايه وبتاع. المهم المحامي فضل قاعد فتره طويله مع الضابط ويتكلموا ومش عارف ايه وبتاع. وخدت التليفون انا بقى ايه، قلت له طب هات لي التليفون بتاعي. خدت التليفون طمنت امي ومش عارف ايه. الكلام ده بقى عرفته بعد لما رجعت مصر. امي كانت بتقول لابويا، انزل هاته وانزل شوفه فين. قال لها شوفه فين ايه، هنزل اجيبه منين، ما هو في تركيا هسافر له. خليه بقى ربنا معاه، هيعمل لي ايه انا؟ اصل انا مش في اسم تاني في شبرا عندنا، انا في تركيا، انا محبوس بره فما فيهاش. المهم كلمت اهلي طمنتهم مش عارف ايه وخلاص يعني هخرج عادي، مش هعمل جريمه يعني. المهم ف جه المحامي قال لي خلاص ايه انا تمام، اتكلمت مع الضابط مش عارف ايه وهتطلع بكره الصبح، هات بقى $1000. قلت له هات ايه؟ قال لي $1000 انا مش احنا اتفقنا مش. قلت له اتفقنا تخرجني دلوقتي، اخرج دلوقتي اديك $1000 دلوقتي، مش هخرج دلوقتي مفيش مليم. تمام. انا طبعا ما كنتش هدفع وكان حد تاني هيدفع لي، بس ما علينا. المهم قال لي طب ازاي ومش عارف. قلت له بقول لك ايه، انا مش فارقه معايا، انا كده كده محبوس، هتفرق معايا لو اتحبست في قضيه تاني؟ بقول لك رحت منادي على العسكري قلت له دخلني تاني السجن. مش فارقه معايا، شوف بقى مين هيجيب لك فلوسك. انت قلت لي اخرجك النهارده، تخرجني النهارده، هتخرجني بكره بقى ومش عارف ايه واديك الفلوس وشكرا تطير انت وما اعرفكش؟ لا مفيش الكلام ده، احنا مصريين عيب. تمام. المهم ايه، ناديت على العسكري قلت له بقول لك ايه اللي عندك اعمله ودخلني الحجز تاني يا عم. دخلني، فضلت قاعد اليوم ده ونمت ومش عارف ايه. جينا تاني يوم الصبح او الفجر بتاع يوم الاثنين جم ظباط تانيين بعربيه ومش عارف ايه وودونا الايه السجن الاجانب. ودوا الاثنين الافارقه معايا حته ودونا انا حته تانيه. المهم يعني سجن تاني مختلف تماما، معرفتش ليه. بس المهم لما القصه بقى هتبدا في السجن ده، لما دخلنا هو زي مبنى عامل زي المستشفى كده وطرقه كوريدور، وفي يعني لما تطلع فوق مثلا الدور الاول ولا الثاني طرقه كوريدور، وفي اوض 1 2 كده، اوض يمين وشمال يمين وشمال. طبعا خدوا منك شنطتك، خدوا منك كل حاجه وطلعنا. دخلت كل اوضه بقى. كان الكلام ده دخلت الساعه 6 الصبح 6 الصبح، وكانت بدايه اواخر الصيف يعني، كنا في شهر 8 حاجه كده. دخلت الساعه 6 الصبح كان في تكييف جوه، رحت جاي جنب التكييف كده وقاعد. ده كله ده في الطرقه، كل ده ما دخلتش ولا اوضه من الاوض، طرقه فاضيه ما فيهاش حاجه. دخلت رحت قعدت جنب التكييف عمال افكر انا هعمل ايه، عايز انزل مصر، عايز اروح مش عارف. خلاص قفلت معايا بقى، قفلت خلاص انزل مصر، انزل بلدي بكرامتي يعني بدل ما افضل قاعد هنا. المهم فضلت قاعد تحت تكييف كده، غلبني النوم. وطبعا الارض مش هقعد في الارض، رحت قاعد على الجزمه ورحت قاعد على الجزمه كده وقعدت دماغي. المهم فين وفين سمعت صوت حد مصري بيقول في مصريين هنا، في مصريين هنا. قلت له ايوه يا عم انا مصري. قال لي اهلا ومش عارف ايه. المهم ايه اكنه شاف حد ما قريبه يعني، خدني ومش عارف ايه، كتر خيره برضه، قعدني في اوضه كده على جنب. يعني غفلت ساعه كده من كتر التعب، مش قادر غصب عني. كان الساعه بقى كانت في نفس اليوم يعني، دخلت 6 الصبح كان في نفس اليوم بقى الساعه 12 وزعوا الفطار. فانا فطرت يعني، كان دوك كيكه كده وعلبه عصير ومش عارف ايه وبتاع سندوتش. كلت وقمت بقى ايه، خلاص كده كده قاعدين نقوم بقى ايه، نشوف العالم دي بتتكلم على ايه، نشوف ده مين وده مين وده مين. نشوف القصه هنا دايره هنا ازاي.
المهم قلت بقى ايه اشوف القصة دايرة على ايه هنا. تمام، نشوف يعني نتعرف على الناس، نبقى هنعمل ايه. المهم رحت، انا بقول المهم كتير بس ايه، خلينا بس نخش في التفاصيل. مشيت قمت رحت ببص كده في الاوض دي فيها ايه مش عارف ايه. فلقيت مثلا اوضه فيها مغاربه وجزائريين وتوانسه، وكل واحد فيهم طبعا ايه جاي في مشكله، بس هم يعني اقصد الثلاث دول دول لمين بعض افرادهم، يعني لمين بعض وقاعدين في اوضه واحده. واوضه للسوريين، واوضه للافارقه، واوضه للروسيين، واوضه للطليان، واوضه للهنود، واوضه قصه كده. كل دوله واخده اوضه، انا بجد والله كل دوله اوضه. المهم كل دوله واخده اوضه. المهم ايه، وانا ماشي كده ولقيت واحد في باب حديد اللي هو قافل الكوريدور بقى، فاصل يعني فاصل الكوريدور عن انك تنزل تحت يعني. ولقيت واحد قاعد عامل كده وحاطط ايده على خده وهم الدنيا كله، وشكله هندي غالبا، يعني بيبقوا معروفين. تمام، قلت اما اروح اشوف اخينا ده ماله. رحت قلت له انت كويس، محتاج حاجه مش عارف ايه. لا ده انا مستني إن في موظف بيجي من اداره الهجره غالبا، بيجي يقول يا جماعه ان الناس اللي موجوده هنا بسبب موضوع الاقامات او كده، لحد حابب فيهم ينزل بلده يديني اسمه، وهم بياخدوا اساميهم يتواصلوا مع سفاراتهم ويشوفوا قصه ان هو ينزل يرجع بلده يعني. المهم قلت له طب كويس، ده انا اسمع ان الموظف ده بيجي كل يوم ومش عارف ايه وبتاع. تمام، هما كانوا قالوا لي ان في حد قال لي ان الموظف ده بيجي كل يوم. فانا قلت له انا اسمع ان الموظف ده بيجي كل يوم وبتاع. قال لي اه مظبوط بيجي كل يوم. قلت له طب كويس، انت ليه مش بتديله اسمك؟ قال لي لا بديله اسمي. قلت له طب تمام، يا انت خلاص اديته اسمك، واقف مستني ليه؟ قال لي اصل انا بقالي بديله اسمي 3 اسابيع. 3 اسابيع بيدي اسمه للراجل بتاع الهجرة دوت، ومفيش خبر عن ان هو ينزل بلده. كل يوم يسأله، فحد الواد قرب ييأس يعني. فانا قلت شكرا، انا اصلا كنت عادل في دماغي ان انا هيجي الراجل اديله اسمي واقول له يا عم عايز ارجع مصر، يا عم خلصني، انا هدفع ثمن التذكره وهعمل كل حاجه، بس رجعوني ارجع بلدي اكرم لي. تمام. المهم قلت شكرا خلاص قفلت، انا مش طالع النهارده. الكلام ده كان في كام ساعه؟ انا دخلت الساعه 6، الكلام ده في الساعه 12 واحده الظهر يعني. ف بعدها بشويه بدات اشوف سامع صوت حد بيتكلم مصري، ولكن الهيئه مش مصري. يعني الهيئه ولد ابيض جدا مش عارف ايه وبتاع، وعرفت ان هو روسي بس بيتكلم مصري زي ما انا بتكلم معاكم كده دلوقتي. هو بيتكلم مصري وانت مش عارف ايه. وقلت له لا انا بس جاي في حوار الاقامه والورق مش عارف ايه بتاع. قال لي لا ما تقلقش هي كلها شهر وتمشي. قلت له ايه شهر ايه؟ ابعد عني ما تكلمنيش. وسبته ومشيت واتشائمت منه وما رجعتلوش تاني. وقابلت مش عارف حد منين ومنين، وقعدت بقى ايه، انت قاعد بتسمع حكاوي يعني كل واحد يقول لك انا جاي في كذا، انا جاي في كذا، وانا عملت كذا، وانا مظلوم في كذا، وانا جاي في اقامه، وانا جاي مش عارف. المهم وانا في 2 كانوا هيجننوني في الكوريدور، واحد روسي واحد ايطالي. تمام، يعني هم لابسين بنطلون وقلعين من فوق. تمام، ماشيين في الكوريدور رايح جاي رايح جاي. انا قلت دول مافيا وش، انا مش هقرب لهم عشان ايه، مش ناقص. تمام. فايه فضلت قاعد كده الساعه ايه، جت 3. فكان معايا واحد اسمه مش فاكر هو اسمه محمود احمد حاجه كده. قلت له بقول لك ايه، هو الغدا هنا الساعه كام؟ قال لي الغدا الساعه 6. قلت له حلو، هيغدونا ايه النهارده؟ خلاص بقى. انا خلاص انا قاعد. انت هتعمل ايه؟ هتفضل قاعد بقى وزعلان ومكتئب؟ خلاص يا باشا عيش الجو، خلاص هي تجربه وزي ما تيجي وربنا يسهلها. خلاص انا رميت حمولي على ربنا وسبتها بقى ايه، اما نشوف هنخرج من الليله دي ازاي. المهم قال لي هيغدونا مكرونه وفراخ وقصه كده. قلت له خلاص انا قاعد هنا عشان بدا يجي لي صداع، انا هقعد استنى الغدا عشان انا جعان. قعدت وفين وسامع دوشه عند الباب ومش عارف ايه. وقال لك
نادى عليا قال لي مش انت اسمك محمد كذا كذا؟ قلت له اه اسمي كذا. قال لي تعالى بينادوا عليك. المهم ايه، رحت لقيت راجل شرطه يعني كده خرجني وقال لي اقف على جنب دلوقتي، ومش عارف خرج كام واحد تاني معايا، مش انا لوحدي يعني، خرج كذا واحد تاني معايا، وادانا شنطتنا وادانا حاجتنا وتمام، وقال لنا انزلوا استنوني تحت. ونزلت تحت، مدوني على ورقه ومش عارف ايه، وادوني ورقه وقالوا لي خلاص تقدر تمشي يعني. الكلام ده كان انا دخلت الساعه 6 الصبح، كان الكلام ده الساعه 6 المغرب في نفس اليوم. الحمد لله ما طولتش يعني، لان لو كنت طولت كان هيجرى لي حاجه يعني، قلت لازم اخرج. الحمد لله من عند ربنا، وهي تجربه وربنا ما يعيدها يعني، بس هو موقف مش لطيف. المهم وخرجت الساعه 6 المغرب. فبس انا لما خرجت ادوني الورقه دي وخرجوني. اما خرجت افتكرت ان انا الباسبور خدوه مني، انا معيش الباسبور. رحت رجعت له تاني قلت له طب انتوا الباسبور بتاعي؟ قال لي انت قريت الورقه؟ قلت له لا. قال لي طب تقراها، هو انا كنت لسه في التركي على قدي شويه ومش عارف ايه. المهم حاولت اجمع مجمل اللي بيتقال في الورقه، يعني ان هو تمام انت معاك يعني تم التمديد ليا 30 يوم كمان، 30 يوم يعني زياده في البلد ان انا اقدر اقعد واعدل وضعي وكده. والباسبور بتاعك هتستلمه من حته اسمها كوم كابي او توب كابي حاجه كده يعني، من اداره امنيات تانية يعني. قلت له خلاص شكرا تمام. وركبت التاكس وروحت بيتنا الحمد لله ونمت. كان الكلام ده يوم تلات، يوم التلات يعني يا يوم التلات سوري يا يوم الاثنين مش فاكر. فكان اجمالي 3 ايام من اصعب ال3 ايام اللي عدوا عليا في حياتي، وموقف يا رب ما حدش يشوفه ابدا. بس ده بسبب الاقامات. وطبعا ده بحكي لكم انا هنا، طبعا اهلي في مصر واصحابي اللي عرفوا يعني ما كانوش عارفين طب هيخرج امتى، طب هيروح فين، طب الحاجات دي. ومعظم الناس، في ناس كتير بيحصل لها المواقف دي، بس الحمد لله درس اتعلمنا منه. اقامتك في جيبك، ما تخرجش من غيرها، حتى لو لسه ما طلعتش تقعد تستناها في البيت ما تخرجش. موضوع الاقامات هنا حساس، وبالذات للاجانب، وبالذات في العدد في البلاد اللي فيها اجانب كتير زي تركيا. وان شاء الله يا رب ما حدش يتعرض للمواقف دي ابدا ابدا ابدا. وطول ما انت ماشي سليم وطول ما انت ماشي كويس، المعامله كلها بتبقى كويسه من الناس، ومحدش بيتعرض لك في حاجه، الا طبعا لو انت غير قانوني او معكش اقامه او فدي برضو من الحاجات اللي بتقابلها في الغربه. ودي من المواقف الحمد لله اللي علمتني واللي خلتني بعد كده اعرف اتصرف لو في حاجه زي كده. وللاسف برضو كان معايا برضو ناس معاه اقامه وكل حاجه، بس هو ماشي في الشارع من غيرها، يعني هو سايبها في البيت وماشي في الشارع من غيرها، ويحلف لهم يا جماعه والله معايا اقامه، ويقول لهم الرقم، يقول لا تروح معانا الاسم وبعد كده نشوف القصه دي. فانت عشان تتفادى القصه دي كلها، يا اما معاك اقامتك، يا اما صوره من الاقامه على الموبايل، يا اما حضرتك حافظ الرقم القومي اللي هو التي جي، هنا في تركيا اسمه تي جي، تبقى حافظ الرقم القومي بتاعك. فتقول للظابط انا معايا صوره على الموبايل او الرقم، حافظ الرقم بتاع التي جي، بعد اذنك تشيك عليه دلوقتي وشوفه وكده وبس. وهو وانس ان هو دخل الرقم على بيبقى معاهم جهاز في ايديهم كده، لو دخل الرقم على السيستم لقى الاقامه بتاعتك خلاص بيسيبك، ما فيش فيها اي مشكله يعني. بس فاجمالا ده كان موقف من المواقف اللي حصلت لي في تركيا، ويا رب محدش يحصل له موقف من المواقف دي. واشوفكم تاني في فيديو جديد. السلام عليكم.